السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد كله طاقه ايجابيه كله حيويه. اليوم غادي نشارك معكم هاد الطلبيه اللي خدمتها، الميني كيك اللي داير ضجه دابا في المواقع التواصل الاجتماعي وحتى في اليوتيوب. غتخدميه بكل ثقه في النفس. غادي نشارك معكم جميع الاسرار، الاثمنه باش بعتهم، باش خدمت لداخل. غتشوفوا معايا كل شيء ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. اي سؤال او تساؤل خليوه لي في التعاليق. اول حاجه ان شاء الله غادي ندوزو نوجدوا الكريمه الاساسيه اللي هنا. خديت ايطرو ديال لا كريم فريش هولالا، انا خدمت بهولالا، خدموا باش ما بغيتو. كنطلعها ما كنزيد معها لا سكر لا والو لانها حلوه. هنا الجينواز اللي سبق ليا وحطيت لكم، غنحط لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. انا هنا درتها رقيقه، ممكن نتوما ديروها غليظه باش يجيكم عالي بزاف. غتشوفوا شحال من طبقه درت هنا. من بعد ما طلعتها حتى ولات ليا واقفه كيف كتشوفوا. انا حاولت نقصر الفيديو باش ما يكونش طويل بزاف يكون ممل. كناخذ واحد الساخ اللي غادي نمونطي فيه. هنا كنسقي بالسيرو، ما كنسقيش بزاف، وهي راه ما تسقيوهاش كاع ماشي مشكل انها كتجي هشيشه بزاف. ودرتها انا رقيقه، يعني ما درتهاش يعني غليظه عاليه، يعني درتها في طاوه وحده. هنا كندير الكريمه شونتيي ديالي، كنرش بيبيت شوكولا. انا درت بيبيت شوكولا غيش. هانتوما كتشوفوا العلو ديالها راها ما عالياش الكريمه، اما الا كانت عاليه راه ممكن تكتفيو بثلاثه طبقات او بجوج ديال الطبقات. انا هنا درتهم بحال دي لاير كيك صغارين، يعني في العلو ديال لاير كيك. كنعاود طبقه اخرى. هنا اعتذر، عندي سطح العمل اللي زعما بغيت نصور لكم فيه باش تبان الاضاءه مزيانه، عندي صغير وما تلقاش كيفاش ما كيبانش ليا مزيان. الا جريتها عندي باش يبان ليا مزيان كيفاش نخدم، ما غاديش تبقى تبان لكم نتوما في الكاميرا. هنا خديت معلقه باش كان انسيستي على الجناب يكونوا عامرين، الجناب ضروري يكونوا عامرين كيف كتشوفوا، باش من كنديموليها كتجيني ساهله. انا من بغيت نديموليهم راه ما دخلتهمش حتى للثلاجه ولا دغيا، ديموليتهم ديك الساعه. كنعاود رش بيبي شوكولا، ممكن ترشوا باش ما بغيتو ترشوا بالكركاع، بالفواكه معسله دوك لي فخوي كونفي، ديروا يعني باش ما بغيتو. اللي غيقول لي واش نرش الفواكه الطبيعيه، هنا انا من بعد ما كملت غادي ندير واحد الطبقه لا باس بها من الكريمه. انا حاولت ندير في العلو ديال السيركل اللي عندي. كيف قلت لي غيبغي يدير الفواكه الموسميه، اللي بغى يعمر بالفريز ولا يعمر بالاناناس ولا بالبنان ولا بهذا، فتكون غتكال في هذاك النهار، ما تكونش غتكال حتى لا غد. من الاحسن هكا كيف قلت لكم كتجيني ساهله. صافي كنجيبها بالسباتول، كنجيبها عبار كتجي مقاده. هنا ديموليتها نتوما كيف كتشوفوا. درت 4 ديال الطبقات ديال الجينواز، يعني يكون كانت جينواز غليظه غنكتفي بثلاثه ديال الطبقات. وماشي بشرط انكم ديروها في العلو ديال المول، ماشي بشرط. كنحاول نليسيها هنايا، ماشي غنليسيها يعني ما مطلوبش انها تليسه مزيان وتفينه مزيان، يعني تجي نيكل كما كنقولوا بحال الشكل ديال الكيك ديزاين. صافي من بعد ما ليسيتها دخلتها للثلاجه. هنا كناخذ هذه جينواز درتها شويه غليظه، جينواز بيضه، كنسقيها. كنسقي انا دائما اما بالسيرو اللي كندير فيه الماء والسنيده وطريف ديال الحامض كنخليه فيه في تيطيب معاه بحال غنصايب القطر. هنا كناخذ لاباط سبيكولوز اللي هي زبده اللوتوس، كندير بها خطيطات كندوبها في حمام مائي. ودرت البسكوي سبيكولوز، البسكوي ديال اللوتوس ماشي داك العادي، ولكن اللي معمر. كاين اللي معمر بكريمه د الفاني وكاين اللي معمر بكريمه الشكلاط، انا درتهم بجوج. كنبقى بهذه الطريقه هذه. وكنزيد طبقه اخرى عاود. المهم كنبقى بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل العدد ديال الطبقات اللي عندي. كيف قلت نقاد بالمعلقه، كيف قلت بالنسبه للفينيسيون ما كتجيش مفينيه بزاف، يعني ما كتاخذش وقت في الفينيسيون، ماشي بحال اللي غنحطوا على الباطا سكر. بالنسبه للفواكه، من ديال الفواكه الطريه الا كانت غتكال في نهارها من الاحسن، والعماره تعمروا باش ما بغيتو. انا هنا جات شويه حاضره فزدت الكريمه باش تجيني. وممكن كما قلت راه ما ديروهاش في الاطار،
ماشي بشرط انكم ديروها في الاطار، او لا تفينيوها، تعمروها عفوا، ومن بعد اللي تعمروا كتحيدوا الاطار عاد كتليسيو الفوق والتحت. انا هذه بقوت مهشيشه تقطعت ليا. هنا خديت الكريمه، زدت عليها شوكولا نوار غيش، ذوبته وخليته حتى دفز، عاد زدتو عليها باش ما ينزلش ليا الفوليوم ديال الشونتيي ديالي. بالنسبه لديال اللوتوس لكم الاختيار، الا بغيتوا الكريمه اللي عمرتو بها ديروا فيها حتى هي اللوتوس. لا بات سبيكولوز تخلطوها مع، انا خليتها بيضه. بات سبيكولوز درتها في، رشيت بها الوسط وغنستعملها في التزيين. هنا درت ميلكا ديال النوازيت. ممكن ديروا الكركاع، ممكن ديروا لو كروكون اللي كنصايبوا بالبخاليني والفويتين وشوكولا اولي. لكم الاختيار البنات على حسب الثمن باش غتبيعوها، والثمن كيبقى على حسب المواد المستعمله وعلى حسب الحجم وعلى حسب باش معمرينها. لان الا كانت عامره غير بالكريمه، مثلا لا كريم فريش ديال العبار، واخدينها ومطلعينها مع شويه ديال السكر وعمرناها وصافي وفينيناها، راه ماشي هي انها معمره انا من بعد ما ديموليتها هنايا قلت نديموليها عاد غنفينيها. هانتوما راه كتجي مفينيه من الجناب مزيان. دابا عاد غادي نبدا نليسي فيها، راها كتجي واقفه، هذه ما غتعذبكمش، هذه اللي فيها الشكلاط. وحتى بالنسبه للكريمات الاخرين البيضين ممكن انكم تضيفوا لهم الشكلاط بيض دايب، نذوبوه في حمام مائي ومن بعد نخليوه حتى يدفى. عاد البنات كنديروه، ما نديروهش سخون على الكريمه اللي حنا طلعناها، تيهبط لينا الفوليوم ديال الكريمه. صافي دابا غادي نبدا نفيني، تنشوف دوك البلايص اللي ما فيهمش الكريمه. انا هنا راه معذبه شويه ولكن كنحاول باش نبين لكم. هنا من بعد ما فينيتها كنعاود نتاكد منها مزيان. ممكن البنات تدخلوهم الكونجيلاتور، انا صايبتهم بالليل وخليتهم في الثلاجه حتى للصباح. هنا كناخذ غاناش شوكولا نوار. غاناش شوكولا نوار اللي درت فيها 100 غرام ديال الشوكولا نوار غيش مع 100 غرام ديال الكريمه، كريم فريش سخونه مغلات. ممكن ديروا قل، ملي كنقول قل يعني كنقول قل على الكريمه. هنا الدميعات انا درتهم غير بهذه الطريقه هذه، ممكن ديروا الدميعات ديريكت، انا كنخدمهم هكا. وكان انتم غتشوفوا كيفاش غادي نضرب هذيك الصحن الدوار مع سطح العمل. ديجا هي راه بدات كتهبط، ولكن كنكمل بهذه الطريقه هذه باش الدميعات كيبداو كيهبطوا، يعني كنخدمهم بشكل عشوائي ماشي. وبالنسبه للتزيين غادي نستعمل البنات نفس الكريمه اللي عمرت بها الكاناش بالشوكولا، الكريمه عفوا شونتيي بالشوكولا. كتاخذوا البوش اللي بغيتو. انا هنا مع درتها في الثلاجه بردت بزاف ما بقاتش بغات تخرج. تزيين لكم واسع النظر، تزينوا البنات باش ما بغيتو. انا هنا استعملت شوكولا غيش، الثمن ديال هادو كيبدا من 50 درهم الفوق، ولكن ماشي هادو 50 درهم اللي معمرين غير الكريمه وما فيهمش هذاك التزيين، يعني ما فيهمش المواد اللي غاليه باش غتزينوا ولا باش غادي تفوريو. انا استعملت هنا المالتيزرز هو باش زينت، حيت كيف كتشوفوا مخدومه بشوكولا غيش. كيف قلت الا كانت غير عاديه راه كيبداو ويكونوا صغر من هكا وما كيكونوش عاليين، كيكونوا حادرين. انا هادو ما لقيتش فاش نديرهم، بقيت كنقلب لان كاين اما المول هذا كيف كنقولوا لومبالاج اللي كبر منهم او لا لومبالاج اللي صغر منهم، قدهم ما لقيت. بالنسبه لهاد البيضه هذه اللي درت فيها بيبيت شوكولا من الداخل، فهنا درت بيبيت شوكولا واحد الشكل من بحال حبيبه الشكلاط، حتى هو شكلاط اسود كتذكير باش معمره من الداخل. يعني دائما كنحاولوا الديكوراسيون يكون فيها التذكير باش زعما شنو دايرين من الداخل. انا كنحاول نجمعهم بالموس، ممكن ديروا النص ديالها، انا بقيت معها شويه بشويه حتى تقادات. هنا خديت هذيك لا شونتيي اللي عمرت بها، زدت عليها شويه ديال الشوكولا ابيض دايب في حمام مائي باش تبقى شاده ليا بالنسبه للطريق، وكاينه الشمس باش تبقى شاده ليا. هنا خديت حبات ديال الاوريو ودرتهم ما بين كل ورده وورده اللي بوشينا فوق الحلوه. والوسط غادي ناخذ حبه ديال الاوريونيت وغادي نحطها. هذا هو الشكل النهائي ديالها.
التزيين كي قلت كيبقى على حسب الذوق. هذه ديال سبيكولوز، ديال سبيكولوز كناخذ لاباط سبيكولوز كندوبها في حمام مائي. هنا غادي ندير الدميعات بالطريقه السهله ماشي اللي درت الاخرى، غير بشويه بشويه تكون دايبه كندوبها وكنخليها حتى تدفى. انا الحلوه ديالي بارده والشونتيي راها كتكون خفيفه بحال القطن بحال السحاب، يعني كتكون حساسه دغيا ممكن تخسر، ماشي بحال ملي كيكون فيها الشكلاط. ملي كيكون فيها الشكلاط كتجي شويه شاده في راسها بحال الكاناش اولا كاناش مونطي، هذه كتجي شويه صعيبه. كناخذ شويه من الشونتيي درت معاه شويه من لاباط سبيكولوز وحاولت ندير غير زخرافه، هما غيبان لكم راها ما بيضاش بحال اللي فوق بحال باش ليسيت. ما عجبنيش هذاك راه حيدتهم هذاك البوش ما عجبنيش، حيدتهم وعاودت بواحد لاضوي اخرى. صافي كنزين بهذا الشكل هذا. كيف قلت كنزيد عليها هذا زبده اللوتوس، ولكن تكون دايبه في حمام مائي وفي نفس الوقت نكون خليتها حتى دفات مالت البروده، ماشي تقصاح ولكن تكون دفات باش ما تخسرش ليا القوام ديال الكريمه. هنا زينت بالبسكوي اللي عمرت به من الداخل كتذكير كي قلت دائما، درت ديال الفاني ودرت ديال الشكلاط بهم باش عمرت وبهم باش زينت. غادي ناخذ هذيك ما تبقى من زبده اللوتوس وهي اللي غادي ندير الوسط. هي راه باقا دافيه ولكن باقا ماشي زعما ما قصاحتش، الكوزينه عندي سخونه داكشي باش ما قصاحتش. وبالنسبه لطريقه الاحتفاظ كنخلي القرعه غير في البلاكار اللي داير فيه المواد الحلويات، ما كنديرهاش في الثلاجه، راه ما كتخسر ما والو، غير تكون مسدوده مزيان. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كانت الطلبيه حماق وعليها الناس، جات فعلا رائعه رائعه. بالنسبه للثمن باش خرجتهم ما بين 100 و 150 درهم على حساب ديال الشوكولا ب 150، ديال اللوتوس ب 150 وديال الاوريو حسبتها ب 100 درهم. كيف كتشوفوا راهم كيجيو عاليين، نتمنىهم يكونوا نالوا الاعجاب. كذا انكم غتجربوهم وما غتندموش، راها طلبيه يعني مشروع ماشي طلبيه، مشروع اللي مربح الا عرفتوا كيفاش تخرجوا راسكم، الا عرفتوا المواد باش تخدموا وتكون مواد ذو جوده جيده، والثمن حتى هو يكون ثمن مناسب. والى اللقاء ان شاء الله في وصفات قادمه